كارثه كارثه كارثه. النظام الجزائري مستعد يعطيني 1 مليون دولار باش ما نقولش هاد الهضره في هاد الفيديو. الهضره اللي غتقال هنا هي الحقيقه ديال داكشي اللي فات وديال دابا وديال داكشي اللي جاي، الحقيقه الكامله على مشكله الصحراء الغربيه المغربيه. لهذا كنقول لك اصديقي الا كنتي مغربي قح، الا كنتي مغربي حقيقي، عطيني جيم وكومونتير وبارطاج واشتراك، ان هاد الفيديو النظام الجزائري غيبغي يطير، وما غتشوفوا الصحه ديال الكلام ديالي في الكومونتيرات. الذباب الالكتروني غيهجم عليا لاني غنقول داكشي اللي ما باغيش النظام الجزائري يتقال. على بركة الله نقالوا سيقولها. اولا باش نعرفوا شنو هذا القرار اللي جا نهار الجمعه اشنو كيعني، باش نوضحوا هذا القرار خصنا نرجعوا للور، كيفاش تاسست البوليساريو وشكون هما هاد البوليساريو. بصت لك بحال اللي جالس معاك في القهوه، البوليساريو هما مغاربه اسسوا واحد الكيان باش يطالبوا بالحقوق ديالهم داخل المغرب تحت السياده المغربيه، وهادشي كيطرا في دول العالم كامل ماشي غير في المغرب. حتى لهنا مزيان، ولكن من جهه اخرى كان العدو كيتربص بهاد الناس اللي كانوا في ذاك الوقت هما اناس بسطاء وماشي شي وحدين اذكياء. وانا الاعداء كنهضر على معمر القذافي، الوحش التنين الذي لا يرحم في تقسيم الشعوب والنظام الجزائري. نقول لك شنو كان الهدف ديال معمر القذافي وشنو هو الهدف ديال النظام الجزائري. معمر القذافي كان معروف بالعداء ديالو لجميع الملوك، كيكره اسم ملك في اي بلد، وكان عنده حلم بانه يوحد شمال افريقيا اولا المغرب العربي اللي فيه موريتانيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر، بغى يرجعهم دوله واحده ويكون هو الحاكم ديالهم. ان السيد كان عنده ايجو طالع بزاف، كان كيقول بان انا هو ملك افريقيا. القذافي من شاف بوليساريو تاسس قال لهم انا مستعد نعطيكم فلوس لكن الوطن ما عنديش. فاهم اللعبه، يعني كان فاهم اللعبه من الاول، يعني حتى مشى داك الشيء نجح وحاكم المغرب العربي. ما نجحش ما غيطيحش في هذا المشكل اللي طاحت فيه الجزائر اليوم. ما كنا معمر القذافي بغى يعطي فلوس وقال لهم انا ما عنديش وطن، الجزائر قالت لهم انا نعطيكم فلوس وانا نعطيكم وطن ونعطيكم سلاح وندعمكم. ينوضوا لنا ثوره في المغرب، قسموا لنا المغرب، الصحراء بوحدها والفوق بوحده. بعض الاخوان اللي سمحوهم الله ديال البوليساريو اكسبتاو المقترح الجزائري الليبي ودخلوا لتندوف طمعا في الدراهم. كي شنو هو الربح ديال النظام الجزائري؟ يعطي لهاد الناس فلوس ويدخلهم لتندوف ويبقى يصرف عليهم 50 سنه، يصرف عليهم الملايير ديال الدولارات اللي زايده في الشعب الجزائري. كنشوفوهم الان كيقبضوا طوابير على الحليب والماء، راه ما كنتشفاوش. حنا هنا كنقولوا الحقيقه. تعرف شنو هو الربح ديال النظام الجزائري؟ رجعوا من قبل باش المستعمر خرج من المغرب اعطى الصحراء الشرقيه اللي هي تندوف وبشار وما جاورهما الجزائر، هي كانت تابعه للدوله المغربيه، والجزائر كانت عارفه هذا الشيء وهرفات على هذه الاراضي. ديك الساعه المغرب كان يلاه كيلم الجراح ديالو، يلاه كان كيبني اقتصاد ديالو من بعد خروج المستعمر. هنا الجزائر شافت في البوليساريو بانه هما اللي غيديروا لها المشكله، يخليو المغرب ملاهي في صراع داخلي ما بين المغرب والكيان ديال البوليساريو، والمغرب غيبقى يطلب فقط بالصحراء ديالو الغربيه وما غيفكرش يطلب في الصحراء الشرقيه. الجزائر لعبتها مليح كما كنقولوا الخاوه. المملكه المغربيه ما طالبش بالصحراء الشرقيه اللي هي ديالها اللي عطاها المستعمر. الجزائر خصنا نخلقوا لهم مشكل داخلي يبقى غادي لسنوات باش ينساو الصحراء الشرقيه. ولكن قدر الله ما شاء فعل. من حفر حفره لاخيه المسلم وقع فيها. هو الكلام اللي جاي ليه دابا عاد غنعطيك الزبده ديال شنو واقع. بصت لك بحال اللي جالس معاك في القهوه، ديك شرح مبسط. هذا القرار ديال مجلس الامن ديال الجمعه اشنو كيعني؟ البوليساريو اللي مدعومه من الجزائر كانت كطالب باستفتاء الاراضي الصحراويه المغربيه الغربيه. المغرب قدم مقترح الحكم الذاتي. هذا الحكم الذاتي بخلاصه هو ان انتم اللي كتقولوا الصحراء الغربيه ديالكم دخلوا ليها مرحبا بكم، سيروها كما بغيتوا تحت السياده المغربيه، من الحريه باش ديروا برنامج باش ديروا حتى شرطه. وهادشي راه واقع في الكاتالان ووقع في هونغ كونغ. يعني دخلوا مرحبا بكم، سيروا الصحراء كما بغيتوا، عيشوا، غير هو غتبقاو تحت الرايه المغربيه. والقرارات العليا كياخذها جلاله الملك. مجلس الامن هنا شنو قال حنا كنعتمدوا الحل ديال هذا المشكل هو الحكم الذاتي فقط. داك الاستفساء اللي عند البوليساريو سير ضربوا في حيط، سير كب الماء على كرشك، راه الحكم الذاتي هو اللي صالح لكم باش تفكوا النزاع. هنا مزيان. اذا دابا شنو هو المشكل الواقع ما بين البوليساريو والجزائر؟ المشكل ما بقاش ما بين المغرب والبوليساريو، المشكل صافي تسالى. المشكل ولا الان ما بين البوليساريو والجزائر. باش تعرف شكون هو هذا البوليساريو. هذا البوليساريو كما قلت لك هما مغاربه، خلوهم الجزائر لتندوف، صرفوا عليهم. لكن بعض المغاربه فاش عاقوا بالقالب، فاش عاقوا بان النظام الجزائري كيستغلهم لمصالح شخصيه ضد المغرب، بغاو يمشيو بحالهم، بغاو يسقطوا هذا الكيان ديال البوليساريو، بغاو يدخلوا المغرب. النظام الجزائري هنا خطف وعذب وقتل
مئات المغاربه الصحراويين وقالوا لهم دخلوا الحمام ماشي كيف خرجوا، وباش يزيدوا التكاثر ديال البوليساريو بقاو كيطلعوا الناس من تشاد من مالي وهبطوا جزائريين وجابوا افارقه باش ديما يبقى هذا الكيان ديال البوليساريو تحت اسم مغاربه. البوليساريو 95% كلهم ماشي مغاربه، و5% هما مغاربه محتجزين داخل تندوف، ما يقدروش يخرجوا، ما يقدروش يمشيوا للجزائر، محتجزين تما. دليل على كلامي ان المغرب دائما كتقول لهم حنا بغينا نديروا احصاء ديال هاد البوليساريو اللي كاينين تما باش نشوفوا واش مغاربه ولا ماشي مغاربه. الجزائر 15 عام وهي كترفض ان شي واحد يدخل المخيمات، ذل وقله الكرامه. دير احصاء تلانا مزيان. ايوا دابا اجي نعطيك الكارثه والمصيبه العظمى اللي نزلت على الشعب الجزائري. هنا البوليساريو فهموا بان الصحراء مغربيه 100%. هنا شنو غيوقع؟ هنا سيدي كيقول لك البوليساريو هادو 95% اللي جبتيهم من افارقه وعاشوا سنين، عاشوا اكثر من 40 سنه داخل هاد المخيمات، كيقول لك حنا هذه ارضنا، تندوف هي ارضنا، ما خارجينش من تندوف، وتندوف على لسان الجزائريين ممنوع الدخول لها الا بتصريح. ايها الجزائريين انك باش تدخل منطقه تندوف هناك حدود، يعني لازمك بيرميسيون باش تدخلها منطقه تندوف. هل الجزائر تواجه التقسيم؟ نعم، الجزائر تواجه التقسيم. يعني تندوف ليست جزائريه، هي الان تحكم البوليساريو. الان مشكل حقيقي ما بين الجزائر والبوليساريو. البوليساريو ما عندهم فين يمشيو، كيقول لك حنا هذه هي ارضنا تندوف، والشعب الجزائري بان البلد ديالهم كيتقسم، وخرجوا في مظاهرات كيطالبوا باش يسبقوا على البوليساريو، والبوليساريو ما باغيينش. انا هنا ولدت ولادي وهنا كبرت، وانتم كنتم واعدين باننا غادي تعطيونا الصحراء الغربيه ديال المغرب. الان ما كاينه لا الصحراء لا منبي، ما عندنا فين نمشيو. هذه هي مشكله الجزائر وهذه هي كارثه الجزائر. اليوم ما بقاش صراع ما بين البوليساريو والمغرب، قضيه حسمات صافي إليميني. المشكل دابا كاين ما بقاتش جزائريه، ولات ديال تابعه للبوليساريو. دابا النظام فيه ورطه، دابا ما عرف ما يدير، جي تصالح مع المغرب عنده كيان في بلادو ولا كالاخ. وهاد البوليساريو ما غيتفاكوش من الجزائر، وماشي كلهم مغاربه باش يدخلوا للصحراء. دا النظام الجزائري بالدارجه ديالنا خرا وجلس عليه. عطيتكم شرح مبسط باش ما يجيش الفيديو كثير، باش ما نهضروش بديك اللغه ديال الدارجه يفهمها كلشي. اليوم كنقولوا النظام الجزائري دخلتي الشعب الجزائري في حيط، ودابا فكها يا من وحلتيها. نيكالو كان معكم تهلاو.